جايه اسكندريه قريب او انتي اصلا من اسكندريه، تعالي اقولك على مكانين مجمعين كده شويه مطاعم وكمان قدامهم ملاهي حلوه قوي. هنا اول حاجه محمد نجيب. بصوا هنا ده فرع ويجزو اللي في محمد نجيب. كان عامل عروض العيد طبعا، وكانت العروض حلوه قوي. يعني في عرض ب110 وعرض ب85 وب110 تاني، وفي العروض بقى اللي هي العائليه ب200 وحاجه. تمام. هنا جنبه شاورما برضو كان عامل عروض ب90 وب190 وب80، يعني على حسب انتي هتجيبي عرض للفرد ولا هتجيبي من مطعم واحد عرض ليكوا كلكم. انا حبيت اوريكم العروض وانتوا يعني براحتكم خالص. العروض دي لسه مستمرة شوية، فلو حد قريب من في اسكندرية او هينزل فان شاء الله يلحقها. بصوا اول حاجة عرض ويجزو كان قطعتين فراخ صغيرين شوية مع بطاطس وكايزر ورز ريزو متقطع برضو عليه ستريبس كده وكولا. تمام كده كان العرض كويس، بس البروستد بتاع ويجزو مش احسن حاجة، يعني سندوتشاته احلى. تاني عرض كان بتاع شاورما، طبق مشكل كفتة وشيش طاووق وكفتة فراخ وبطاطس وتومية. ده كان ب80. تالت عرض كان ب90، ميني شاورما مع شاورما لارج. تمام كده برضو مع كولا وتومية. حلو كده كان الاكل كويس جدا بالنسبة للسعر. هنا احنا في محمد نجيب وكمان جنبك بقى في محمد نجيب كبدة وكشري وكل حاجة في المجمع بتاع محمد نجيب. وكمان تقدري تعدي السكة لو عايزة تكملي في سين المدينة في شاطئ اسمه إيناس حلمي، في ملاهي وكل حاجة احنا هنروح المرة الجاية. بس الجو كان حلو جدا جدا، ما قدرناش نكمل فطلعنا على وردة العصافرة على البحر كده. هتدخلي عند فندق وردة العصافرة، هتلاقي بقى مجمع برضو مطاعم وجنبه بقى ملاهي اللي احنا رحناها دي تحفة جدا جدا. احنا رحناها لان ما كنتش هقدر اطلع بيحيى على البحر لان الجو كان تلج اليوم ده. فروحنا بقى الملاهي بعيد شوية، وفي نفس الوقت هي جوه شوية مش على البحر مباشرة، فالجو فيها احسن ادفى شوية. بصوا تحفة واسعارها حلوة جدا جدا، بتبدأ ب10 جنيه العاب الاطفال، وكمان فيها العاب للكبار تقدروا تركبوها مع بعض زي الساقية والعاب تانية تنفع للكبار بس مش ما ينفعش مع الاطفال لانها خطر شوية او عنيفة شوية يعني. تمام. هنا بقى لعبة ال3 ديت جديدة، كانوا لسه حاطينها حلوة جدا جدا. انا كنت بشوفها في مطروح وفي المولات وكده، لكن اول مرة اشوفها في ملاهي، يعني تعتبر اسعارها معقولة. وزي ما بقول لكم اللعبة دي ب25، دي تقريبا اغلى لعبة، لكن باقي الالعاب ب10 وب15 وفي العاب صغيرة للاطفال الصغيرين خالص ب5، وفي عربيات، وبجد هتستمتعوا جدا جدا. ولو انتي مقررة تروحي بقى على وردة العصافرة على طول فملهاش لازمة تروحي محمد نجيب الاول. وهتلاقي هناك برضو لو هتاكلوا في كشري الهرم وكبدة اسمها رغيف كبدة، وكمان جنبه محل سوري كده بيعمل سندوتشات وكده، وفي قعدة وكل حاجة، فممكن تاكلوا وتدخلوا على الملاهي على طول عند فندق وردة العصافرة. يا اما بقى لو انتوا جايين بقى اسكندرية عشان البحر وكده، او انتي من اسكندرية وعايزة تنزلي تقعدي على البحر، فمحمد نجيب برضو هتاكلي وتعدي السكة شاطئ ايناس حلمي، حاطين العاب حلوة جدا جدا، منها النطاطة برضو، ومنها كمان اللي هي الالعاب تسلق والعاب حلوة قوي قوي. ان شاء الله ابقى اصور لكم فيديو يعني اكبر في الالعاب اللي في محمد نجيب والمكان وكده. وهنا لو رحت قولوا لي بقى عجبكم المكان والملاهي ولا لا، ويعني واتبسطتوا والولاد اتبسطوا ولا ايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتستفيدوا منه، ولو حد راح يقول لي اتبسط ولا لا. واشوفكم فيديو جديد على خير. باي باي.